المناضلات نتاع الحزب كلمة وجدة في المدينة كالأخت خولة بن زيان، ما تعليقكم على الخروج لها والالتحاق بمؤسسة؟ واش هذا ماشي الأسلوب نتاع النضال كتشوفوه ماشي أسلوب تاع النضال، ولا اختيارات نتاع الحزب يجب أن تحترم؟ ليس لدي أي تعليق. جاوب مقنع. وصلنا الميساج. نعود للرقم 35 تاع سي عبد النبي. واش الرقم جا الترتيب ديالو جا عادي باش ربما تقولوا الاخوان ديالنا والاصدقاء ديالكم ديال المناضلين ان سي عبد النبي وكذا 35 ولا 35 تعني عندكم شي هدف من بعد كتقولوا اننا غادي نوصلوا ان شاء الله لاكتساح وخصنا نفوتوا سي عبد النبي؟ واش دار لك انت مكتسح ولا لا كمتتبع الشأن السياسي؟ انا كنسولك لان ما خصش نخدم مع الراي ديالي، ولكن انت ادرى مني بهذا الميدان. واخا مرحبا. اصلا الترتيب ديال سي عبد النبي في رقم 35 عنده اشارات كثيره، نعطيكم غير اشارتين منها. الاشاره الاولى كقيادي كيخلي الفرصه الوكيل اللائحه لشاب اخر كعبد ربيه، هذه اشاره على اننا ما عندناش اهداف سياسيه وما عندناش طموح سياسيه في حد ذاتها. والمرحله هذه او هذه الاقتراعات هذو ديال هذه المرحله هذه ماشي هي الهدف في حد ذاته، بل هي عندنا غير وسيله لخدمه الوطن. اذا كنخليو الفرصه لطاقات اخرى باش تخدم. هذا اول اشاره اللي كيعطيها القيادي ديالنا سي عبد النبي في هذا الباب. وثاني اشاره ان بالنسبه للترتيب ديالو هذا ما هو الا تشجيع لجميع الناس اللي كاين في اللائحه وتشجيع المناضلين ديالنا باش نشتغلوا كثير على اننا نوصلوا للمرحله ديال الاكتساح اللي هضرتي عليها. وماذا ما هضرتي عليها الا وصلك الاصداء والا وكاينه هذا الصدى في ارض الواقع. ومن هذا المنبر كنطلب من الناس غادي يصوتوا علينا كثير، يصوتوا على الجرار باش غادي نكتسحوا وغادي نكتسحوا ان شاء الله تعالى. الى عدنا للبرنامج اللي قدمتوه، يمكن تذكرنا بالخطوط العريضه ديال البرنامج ديالكم؟ البرنامج طويل خصنا ليه سوايع باش نهضروا عليه. اذا نهضروا على من بين الاشارات ربما نهضر واحد الرقم كنأكدوا عليه حنا بزاف بالنسبه للشباب، الا هو بعد الرياضه عطينا واحد الرقم محدد اللي هو غادي نبنيو ان شاء الله في هذه الفتره ديالنا هذه 25 قاعه مغطاه. كنقولوا 25 قاعه مغطاه، هذا الرقم اللي عطيناه. الميدان اللي قاتلك فيه هشام كنهضروا دوك الاطار الجهوي ولا الاطار الجماعاتي نتاع مدينه وجده؟ لا الرقم واش عنده علاقه بالجهه ولا عنده علاقه بمدينه وجده؟ هذا العهد الوعد اللي عطاه لنا السي عبد النبي وحنا عارفين كنشدوا حتى حنا الوعد ديالو وكنعاودوا نقولوه لان جنبنا الى جنب غادي نحطوه في امر الواقع. فهذا السؤال هذا ربما تعاود تسالوا السي عبد النبي وغادي يجاوبك عليه. اذا نكملوا في اطار البرنامج من ناحيه الشغل. هذه نقطه عندنا جد حساسه، حنا ما كنكذبوش على المواطنين، ما كنكذبوش نقول لهم غادي نخدموكم في البلديه او لا غادي نخدموكم في القطاع العام، وانما غادي نخدموكم في القطاع الخاص عن طريق تشجيع المستثمرين صحابنا والناس اللي كنعرفوا والعلاقات اللي عندنا. غادي نجيبوهم لمدينه وجده وغادي نعطيوهم امتيازات باش نشجعوهم يجيو لهنا. ولما لا من اوروبا دول صديقه للمغرب باش نقدموا تصل البطاله. الا فتنا القطاع الخاص غادي نكذبوا على الناس نقولوا لهم غادي نخدموكم في القطاع العام. حنا عارفين بان الحكومه حاليا سنات قرار ان اي مباراه على الصعيد الوطني، اذا بغينا 10 موظفين مثلا في البلديه غادي نطلقوا المباراه على الصعيد الوطني، ربما يجي منهم يربح منهم واحد الموجده. لا ما كاينش توظيف مباشر وما كاينش توظيف جهوي وما كاينش توظيف محلي ولا على الصعيد الوطني مباراه على الصعيد الوطني. اذا الحضور ديال الناس الساكنه قليل جدا، ربما ما يتعدى شي 10%. اذا ما بقاش نكذبوا على الناس ونقول لهم راه غادي نوظفوكم وراه غادي نديروا مباراه ونبقاو نتبجحوا ونهضروا عليها في الصحف. فبالاحرى نهضروا على القطاع الخاص
اللي ممكن نخدموا فيه المئات ولما لا الالاف. عبوا عليكم في البرنامج زملائكم السياسيين باش ما نقولوش منافسين. شكرا على باش نتبنى سي هشام نتبنى الكلام ديالك. مرحبا. عبوا عليكم ان البرنامج ما عندهاش علاقه بالتسيير اليومي بالنسبه للجامعه الهضريه كقضيه الصحه التشغيل والتعليم. تقدروا كيقولوا انها سياسات عموميه ما يمكنش يتكلم بها، ماشي ما دخلش في اطار رئيس الجامعه الهضريه يسير. اسمح لي في هذا الباب هذا بالضبط ناكد ونقول لك راك خاطئ كثير. ماشي انا اللي نقول، انا كنقول واش قالوا الزملاء. لا كنحس بيك بانك تشربتي هذه الفكره هذه ونقول لك خاطئه، واي واحد كيقولها منين كان عبدو ربي ملي بغى يدخل غمار السياسه بقيت كنحاول نكون نفسي اشنا هي الصلاحيات ديال عمده مدينه، اشنا هي الصلاحيات ديال رئيس جهه. بقيت كنبحث ونقرا ونبحث لان عندي داك لوطو فورماسيون نكون نفسي. لقيت بان عمده المدينه خصو يكون يدو في كل شيء، مادام انتخبوا الشعب وهو ممثل ديال الشعب، اذا اي حاجه تتعلق بالشعب كتعلق به، اي حاجه كتخص الشعب كتخصو هو. واش المواطن ما كيمشيش للصحه ما كيمشيش للسبيطار وراه كنمثلو، المواطن ما كيمشيش للتعليم راه كنمثلو، ما كيمشيش للسوق راه كنمثلو، ما كيمشيش في الطرقه راه كنمثلو، واش ما كيركبش في الحافلات راه كنمثلو. اي قطاع كتمشي له انت وكيتوشيك يعني كيلمسك خاصه، انا راه كنمثلك وغادي ندافع عليك فيه وغادي ندير يدي فيه. ما كنتهربوش من المسؤوليات، ما نتملصوش من المسؤوليات. عمده المدينه مسؤول على جميع القطاعات وخصو يدير فيها يديه، والا بغيتي ندخل معك قطاع نقول لك كيفاش نقدروا نديروا يدينا. مرحبا. كما كالصحه مثلا، حنا كنقولوا الصحه مثلا خصنا نشوفوا مقاربه ديال صحه ديال القرب. مثلا خصنا مستشفيات صغرى او لا مستوصفات تكون متقدمه نديروها للاحياء قريبه كالتي نقوم به في المؤسسات ديالنا الخيريه. اذا هذا الشيء حنا كنعملوه ماشي غير كنقولوه كطموح ولا شي، كنعملوا به. ولما لا البلديه توجد مثلا الوعاء العقاري وتقدر دير شراكه مع وزاره الصحه حتى في البناء، ونضغطوا على وزاره الصحه باش دير لنا تجهيز وتجيب لنا الناس اللي غادي يشتغلوا في هذه الميادين هذا، وقيس على ذلك جميع الميادين. كنظن قنعتك في هذا الباب. تبغيني ندافع عليك ياك؟ نتمنى انك تكون قنعت الساكنه. انا كنقول الخبر الحمد لله. حنا كنقنعوا الساكنه تكون سمعت لك وتعطيها الفرصه باش حنا كنقنعوا الساكنه بالعمل. كما قلت مثلا هذا المره كيسعى القرب، حنا دابا في طور انجاز واحد في سبيل الله وغادي يكون الاستفاده منه مجانا. انا ملي كنقول واش قنعتك انا باعتبارك واحد من الساكنه وليس مهنيا. مرحبا. حنا انتم دخلتوا في الانتخابات الاول مره، وصلتوا كدير حنا في اثناء الحمله الانتخابيه. عطينا ارتساماتك على الحمله الانتخابيه وكيف كتشوفها، واش اللي فاجئك وماذا كنت تتوقع؟ تفضل. مرحبا. وفي حقا حنا من بدينا الحمله الانتخابيه ديالنا ما بقيناش كنشوفوا الاخرين شنو كيديروا. حنا درنا واحد الطريقه واحد استراتيجيه في الحمله الانتخابيه اللي هي طريقه حضاريه، واقول جد حضاريه. ما حاولناش نعتمدوا على وسائل تقليديه اللي كانت قديمه، حاولنا نطوروا الذات ديالنا، حاولنا نشتغلوا بطريقه اللي كتشتغلوا بها احد الدول المتقدمه. لما لا؟ باش نحافظوا اولا على المدينه، باش نحافظوا على الموارد البشريه، وباش نحافظوا على الموارد الماليه، لان حتى الحزب عنده الحمله ديالو بواحد الميزانيه جد ضيقه اللي ما خصناش نتفاداوها، اللي ما خصناش نتجاوزوها. كاين واحد القضيه تثار كثيرا، هو قضيه الحزب الاثار والمعثره مدينه وجده، تمثيليه على مستوى الهياكل المركزيه. لاحظت كاينوا مناظرين ان الشبيبه ما خدهاش الاقليم، ما تكاش تمثيليه تاع الاقليم،
كيقولوا حنا ربما هذا يكون خطا، وكيقولوا حتى في المراه بالنسبه اكتسحتوا الانتخابات الغرب، وكان نفس المشكل ان ماشي مشكل ان الناس الاقليم تاع وجده خلينا غرفه نتاع سي بوجوالا اللي خدم غرفه تاع الصناعه التقليديه، والباقيه خداوهم اقاليم اخرى. كان السؤال اللي كيطرح نفسه بزاف، واش السي عبد البيبي ولا داخل كوكيل لائحه الجهه؟ هذا ربما انت كنتقول كمناضل، كنهضر معك كمناضل حزبي وقارب للقرار. حق بان لي السؤال ديالك متداخل، ما فهمت منه والو. الا الساكنه فهموا شي حاجه الله اعلم، انا ما فهمتش. نكون واضح واخا لا ما تدخل وحده غير ست في الافكار ديالك وقول لي وانا نجاوب. واش كاين الاراده، واش كاينه اراده باش السي عبد البيبي يمشي لرئاسه الجهه وتاخذوا رئاسه الجهه، وانما باش ما تبقاوش كما يتداول حاليا انكم تكميلي الاخالي المنطقه الشرقيه البلان تاع وجده. والسي عبد البيبي راه رئيس، راه وكيل لائحه ديال الجهه على الاقليم، باش نكون واضحين على الاقليم. وكيل لائحه ديال الجهه كامله. لا حنا كنهضروا على الجهه هي المتقدمه والمتوسعه. واسمح لي يمكن راك ما راكش ضابط، لا كيكونوا ما راكش عارف المنطقه الحساسه اللي حنا فيها دابا كنهضروا فيها. حنا في واحد المرحله حاجه خصنا نكونوا فاهمين شنو هي الجهه والموسعه، شنو هي وكيل اللائحه. مرحبا اللي راه كاين الخلط اللي راه واقع. واش السي عبد البيبي وكيل اللائحه الجهويه كامله ولا وكيل اللائحه الجهويه بالنسبه للاقليم وجده؟ لان كاين مقاعد كنعرفوا ان كاين 10 ديال المقاعد هنا، كاين 10 ديال المقاعد في الناظور، كاين 6 بركان، كاين 5 في جراده، كاين 5 في اقليم التوريد. اذا غير في الاستحقاقات كيكون وكلاء اللائحه جوج، وكيل اللائحه المحليه اي في الجامعات اما الحضاريه او القرويه، وكاين وكيل اللائحه ديال الجهه. اما مجلس الاقليم كيتكون من بعد ما كنساليو الانتخابات ديال المحليه. اذا لا علاقه الاقليم مع الجهه، راه كنهضروا وكيل اللائحه ديال الجهه. اذا كاين 12 جهه في المغرب، 3 في منطقه الصحراء و9 في المناطق الشماليه. اذا كنهضروا على جهه قايمه بذاتها، فيها الفيكيك، فيها بوعرفه، فيها الناظور، فيها توريرت، فيها وجده، فيها العيون، جميع المناطق، قرسيف كذلك. اذا كنهضروا على جهه. السي عبد البيبي وكيل لائحه الجهه، لان كاين هناك خلط. على الاخر حنا عرفنا دوك واش كاين ان السي عبد البيبي هو وكيل حزب الاثار والمعاصره في الجهه. نبقاو في اخر كلمه، تكون كلمه موجهه للساكنه باش نعرفوا ان يسمعوكم الناس كيسمعوك على جريده السبق. نتمنى انكم تقول لهم شي كلمه. اول حاجه كنشكركم، مرحبا بكم. ثاني حاجه كنقدم الشكر للساكنه مدينه وجده واقليم وجده والجهه الشرقيه، وكنطلب من الناس باش بل كنقول لهم ان الواجب ديالهم هي انهم خصهم يمشيو يصوتوا يوم 4 سبتمبر. اذا الجمعه المقبل خصهم يمشيو يصوتوا وبكثافه. لماذا؟ لان خصنا نقطعوا الطريق على الناس اللي ما عندهمش الكفاءه، نقطعوا الطريق على الناس اللي ما عندهمش النوايا الحسنه والصدق، الطريق على الناس اللي ما عندهم لا كفاءه ولا نوايا حسنه. الا قطعناهم الطريق غادي نكتشفوا ان شاء الله. صوتوا على حزب الجرار، صوتوا على حزب الاصاله والمعاصره باش غادي نكتشفوا ان شاء الله، وغادي نطبقوا ديال البرنامج ديالنا اللي هو برنامجا جهويا لم يكن مركزيا بل منبثقا من مجموعه من اللقاءات مع الناس اللي هضرنا عليهم المهنيين والناس من جميع القطاعات، واقترحوا علينا حلول وبررناها وعطينا واحد البرنامج قابل للتطبيق، وبرنامج اللي غادي يمتص البطاله، برنامج اللي غادي يخلي الشباب يمشي للمراكز ديال يمشي للقاعات المغطاه، ما يمشيش للشوارع. اذا عندنا برامج كثيره في جميع القطاعات وغادي ننفذوها. لذلك صوتوا علينا وبكثافه باش نقطعوا الطريق على الناس اللي هضرنا عليهم بكثافه. وشكرا. شكرا سي هشام على المشاركه في اول حلقه من برنامج وجده شو على جريده السبق الالكترونيه. نتمنى اننا نتلاقاو، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى اننا نشوفكم في فرصه اخرى في حلقه اخرى في اطار الحدث هو الحدث الانتخابات الجماعيه والجهويه. الى اللقاء. شكرا.